الحقيقة ان كل حالات الطلاق بتكون واضحة وظاهرة في فترة الخطوبة، لكن واحد من الطرفين بيكمل ويكبر دماغه. انت اللي خطبت واحدة مختلفة عن تفكيرك تماما علشان هي حلوة، وقلت لما نتجوز هتتغير، وبعد الجواز حاولت تغيرها وما قدرتش، فعلشان كده حصل الطلاق. انت لما اتخطبت كان واضح من تصرفاته واسلوبه معاك انه مختلف عن طباعك واخلاقه سيئة، وافتكرت ان الجواز هيغيره ويبقى احسن، لكن بعد الجواز استمر زي ما هو، ويمكن حاله كمان ساء عن فترة الخطوبة، علشان كده حصل الطلاق. توافقت تحت ضغط اهلك تخطب واحدة مش مناسبة ليك نهائي، لكن لانك ضعيف الشخصية قدام اهلك اجبروك عليها، وبعد الجواز صحيت على الحقيقة انك مش عايزها، ظلمت نفسك وظلمتها كمان معاك، علشان كده حصل الطلاق. انت وافقتي على الخطوبة من اي شخص لمجرد انك تبقي مخطوبة ولابسه الفستان بدون ما تعرفي شخصيته ولا طباعه، وبعد الجواز اتصدمتي لان كل طباعه مختلفة تماما عن